يقول: قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. هل تأديب اليتيم وضربه إذا أخطأ ولو أدى إلى بكاء الشديد يعتبر من قهره؟ لا، المقصود من قهره ظلمه التعدي عليه والتكبر عليه. أما تأديبه وتوجيهه إلى الخير فهو غير داخل في هذا، بل واجب على الولي، يجب على الولي أن يؤدبه وأن لا يهمله حتى تسوء أخلاقه. إذا أهمل اليتيم ساءت أخلاقه وصار كلا عن الناس وتقيا عن الناس. لكن الواجب على وليه أن يلاحظه كعمه وأخيه ونحو ذلك، أن يلاحظه، وإذا ساءت أخلاقه أدبه حتى يستقيم، حتى يكون شابا مؤدبا مثل ما يؤدب أولاده. نعم. فالإصلاح له لا بد منه. فكما تؤدب أولادك تؤدب اليتيم الذي عندك. وليس هذا من ظلمه ولا من قهره ولا من الإساءة إليه، بل هذا من الإصلاح والإحسان إليه حتى تستقيم أخلاقه وحتى يكون شابا جيدا مؤدبا يضع الأمور في مواضعها ويضع الكلام في مواضعه. نعم. أحسنت.